بتصرف كام في الخروجه؟ انا والعيال اصحابي مثلا بنطلع مره واحده كده فاهم، بنجمع فاهم، نقعد شهرين 3 قبل ما نحوش، عشان لما بنطلع بنروح اماكن مشهوره وبتاع وكده فاهمه. فبتبقى صارفه بقى. اكتر حاجه حوشناها مثلا كان 700 جنيه، بس انا اكتر واحد كنت دافع عشان انا كنت داخل معاهم ب 1000 جنيه فاهمه. انت فين يا ولد؟ لو خيروك بين صاحبك واخوك تختار مين؟ اخويا الصراحه كتر خيره. ربنا يخليه يا رب. طب لو انت معاك 5 مليون جنيه تعمل ايه؟ انا العيال اصحابي دايما بنعرف ننزل جيم فيها، فممكن نشترك في جيم مثلا. تعملوا جيم مع بعض؟ انت منين اصلا؟ بس هنخليه ميكس. انت منين؟ انا اصلا قاعد من المنيا، بس انا قاعد هنا في القاهره. عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. وانتوا في المنيا بتقولوا على الجيم جيم ولا على الجيم جيم والدردل وكده ولا دي بلد تانية؟ والازاز وبتاع. طب لو انت معاك 5 مليون هتفتحوا جيم، طب لو معاكوا 5 مليون دولار هنسافر بره بقى، نروح باريس، برازيل مثلا، نروح امريكا. ولو انت بتعرف تتكلم فرنش على كده عشان تروح باريس؟ لا انجليزي بيمشي الحال شويه. ايه ده؟ انت هتروح وخلاص. ما انت معاك 5 مليون دولار بقى هنعمل ايه؟ هتروح. الفلوس بتتكلم برضه. لو صاحبتك قفشتك وانت بتخونها هتعمل ايه؟ في ايه بالظبط؟ طب لو انت صاحبك حب يستلف منك مثلا مبلغ معين وانت مش معاك غير المبلغ ده بامانه، هتسلفه له ولا لا؟ اسلفه له بس همضيه على وصل امانه. ده صاحبك اخوك عادي. صاحبي واخويا ده مش هيفرق. انا صاحبي كنت بمضيها وصل امانه على 10 جنيه، خدها مني. على 10 جنيه؟ ده حقيقي حقير بس رجوله. ايه الصحاب كده دايما فاهم، مش بنثق في بعض نهائي. اصلا نهائي. طب مين اكتر واحد من صحابك ممكن تكون بتلبس لبس من لبسه وبيلبس لبس من لبسه؟ انا لسه اليومين بالظبط اللي فات استلفت منه شورت. وما خدتش ده عملت وما خدوش لحد الان. اصلا نهائي. مش هيشوفوا طبعا. نهائي. انت مش انسان، انت ما عندكش اي ضمير. انا طالع مصيف اساسا يوم 15، فقلت انا عايز استلف منه 2 تاني. طب انا صاحبه شورتك رايح يصيف عشان بس تبقى عامل حسابك عشان لو كاتب عليك ولا حاجه. خلي الشورت بتاعك يتفسح شويه. لو اتمسكت في كمين او في اي حته في الدنيا اول واحد هتكلمه مين؟ انا لا اسيبك من الكمين، انا اتمسكت يوم الوقفه ايام الحظ. اتمسكت يوم والله كنا رايحين، كنا بنلعب انا واصحابي مع حجز كوره، كنت مروح في ستارز نسيته في البيت، فانا مروح اجيبه فاهم وبتاع، وانا مروح كنت ما اعرفش اي حاجه، لقيت كمين بقى راجل جاي داخل عليا بقى ويسحبني، انت رايح فين يا كابتن وبتاع. قلت له انت مالك؟ انا ساعتها في الوقت ده كانت الساعه 12 الساعه 2 بالليل، داخل بقى قلت له انت مالك؟ لقيت بس كان لابس لبس ميري، دخل عليا وقلت له انت مالك وبتاع، لقيته شدني بقى وزحت وبتاع، ورحت خدت المركز، وساعتها كنت هبات اليوم ده.